يوم 31 مايو سنة 1985 شيري سميث صاحبة ال 17 سنة خلصت حفلة التخرج بتاعتها وروحت على البيت. والدها كان قاعد في الوقت ده على مكتبه شغال وشافها من شباك الغرفة بتاعته وهي داخلة ممر البيت بالعربية. وبعد ما دخلت وقفت عند صندوق البريد اللي في مدخل البيت ونزلت علشان تشوف الرسايل اللي جات لهم. بيعدي 10 دقايق ووالد شيري بيستغرب إن شيري ما دخلتش البيت لحد دلوقتي، فبيبص بعينه من الشباك وبيلاقي عربيتها لسه واقفة مكانها عند صندوق البريد وما اتحركتش. وده قلقه جدا وحسسه إن في حاجة غلط، فنزل ومشي في ممر البيت وراح لعربيتها على أمل إنه يلاقيها موجودة. ولكن أول ما وصل يلاقي باب العربية مفتوح والمحرك بتاع العربية كان شغال وشنطة شيري موجودة في الكرسي اللي جنب كرسي السواق، ويلاقي صندوق البريد مفتوح والرسائل مرمية في الأرض وشيري ملهاش أي أثر. وخليني أقولك إن ده كله كان مجرد البداية. شوف أنا عايز أقولك إن دي قضية محتاجة تركيز، وبما إنها محتاجة تركيز يبقى أنت محتاج أكلة ومشروب لذيذ، ومحتاج كمان إنك تحط لايك زي القمر زيك وتمخمخ لي على الآخر. وبسم الله نبدأ بكوهات جديدة. شريكي العزيز، ازيك؟ قبل ما اسحلك في تفاصيل القضية لازم الأول نعرف حياة شيري وكذلك نعرف حياة عيلتها. اتولدت شيري في 25 يونيو من سنة 1967 في مقاطعة لكسينغتون في جنوب كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية. اتولدت شيري للأبوين روبرت وهيلدا سميث، وكان ليها 2 اخوات. بنت أكبر منها عندها 21 سنة وهي داون سميث، وروبرت أخوها الأصغر منها. وشيري كانت من البنات الجميلة من بره ومن جوه زي ما بنقول، وكانت هي واختها داون قريبين لبعض جدا، وكانوا بيشاركوا بعض في أمور كتيرة زي الغنى وركوب الخيل وكذلك السباحة، وكانوا كذلك باستمرار بيغنوا في دور رعاية المسنين في الكنيسة. وشيري كانت المفترض إنها تكون المغنية في حفلة التخرج بتاعتها. وبخصوص حفلة التخرج، شيري كانت بتدرس في مدرسة لكسينغتون الثانوية. ولو هنيجي على الصعيد العائلي هنلاقي ان عائلة سميث كانوا من العائلات المحترمة والمتدينة جدا، وكانوا معتادين على التواجد في الكنيسة باستمرار. وغير السيرة الطيبة، العيلة كانت عيلة مترابطة ومتفاهمة مع بعضهم على الآخر. المهم بعد التخرج شيري كانت المفترض هتقضي العطلة الصيفية مع أصحابها في رحلة بحرية، وتحديدا مع البوي فريند بتاعها ريتشارد. وهنا هننتهي من حيث ما بدأنا. شيري خلصت حفلة التخرج بتاعتها وروحت البيت، وحصل كل التفاصيل اللي حكيتها لكم في بداية القضية، وطبعا مش عاوز أكررهم تاني علشان ما نطولش مدة الفيديو على الفاضي. المهم روبرت أول ما اكتشف إن بنته اختفت دخل على البيت وبلغ مراته باللي حصل، وفي نفس الوقت بلغ الشرطة. وللعلم إن روبرت ما فكرش دقيقة واحدة إن بنته ممكن تكون هربت، لأن أولا مش شخصية شيري اللي ممكن تعمل كده، وده طبعا على حسب ما توصفت، وكذلك كانت مصابة بمرض السكري، وبالتالي مش هتقدر تروح في أي مكان من غير دواء السكر اللي كان موجود في شنطتها. على كل بعد الاتصال بالشرطة جم وبدأوا التحقيق مع عائلتها وكذلك مع السكان والمحيطين بيهم. ومن خلال التحقيق ده استبعدوا تماما من دايرة الشك البوي فريند بتاعها وكذلك العيلة بأكملها. واللي شتت العقل أكتر كمان إن المنطقة اللي عايشين فيها في منتصف الثمانينات تحديدا كانت منطقة آمنة جدا، ومعدل الجريمة فيها يكاد يكون شبه معدوم. فاختطاف شيري ده كان شيء غريب جدا بالنسبة للشرطة وكذلك بالنسبة للسكان. والمدهش شوية في الموضوع إن مفيش أي حد شاف عربية واقفة عند بيت عيلة سميث ولا حتى سمعوا أي صوت صريخ أو مقاومة بأي شكل. الأغرب بقى في الموضوع إن عيلة شيري وكذلك شيري نفسها ما كانش ليهم عداوة مع أي حد إطلاقا، وده اللي يمكن بيعقد الأمور أكتر وللأسف بيوسع دايرة البحث. فمع ندرة الأدلة الشرطة كان توقعها إن دي عملية اختطاف، وإن الخاطف الأكيد إنه هيتصل علشان يطلب فدية. وبالفعل جات المكالمة اللي كانوا مستنيينها. والدة شيري بترفع سماعة التليفون وبتسمع صوت راجل لكنه في الغالب ملعوب في صوته وما كانش صوته الحقيقي. وبدأ كلامه بإن عشان تعرفوا إن مش بخدعكم، بنتكم كانت لابسة كذا وكذا في وقت اختطافها، وكذلك عندها مرض السكري وبتحتاج تاكل وتشرب
باستمرار، وقال لها ما تقلقوش هي كويسة وصحتها تمام، ونهى كلامه بإن هيجيلكم رسالة النهاردة في البريد بتاعكم استنوها، ونهى المكالمة ولكنه ما طلبش أي فدية. والشرطة لما تتبعوا المكالمة اكتشفوا إن هي كانت جاية من هاتف عمومي على بعد أمتار صغيرة جدا من بيت عيلة سميث. وأول ما راحوا للهاتف العمومي ده كان المتصل فص ملح وداب. الشرطة طبعا ما انتظرتش وراحوا لمكتب البريد وطلبوا البحث في الخطابات اللي جاية كلها قبل ما تروح طبعا لبيت عيلة سميث، وبالفعل لقوا الجواب. وفي اللحظة دي عيلة سميث حسوا بأمل إن بنتهم فعلا هترجع ليهم تاني، ولكن الأمل ده بدأ ينسحب منهم تدريجيا أول ما فتحوا الرسالة. لأن أول ما فتحوا الرسالة لقوا مكتوب في أولها بخط كبير الوصية الأخيرة، وكانت الرسالة مكتوبة بخط إيد شيري وموجهة لعيلتها. ودي كانت بعض الفقرات اللي موجودة في الرسالة. الكلام ده على لسان شيري بتقول لهم أنا عارفة إنكم بتحبوني وهتفتقدوني كتير، لكن لو فضلتوا متماسكين مع بعض زي ما كنا بنعمل الأكيد إنكم مش هتحسوا بالافتقاد ده. وقالت لهم أنا مش عاوزة موتي ده يفسد حياتكم، وطلبت من والدها تحديدا إنه ما يزعلش ويفضل دايما بيعمل خير، لأن اللي بيعمل خير أكيد هو اللي بيحب ربنا. وكل الكلام ده كويس جدا، ولكن كان الجزء المرعب أكتر في الرسالة لما طلبت منهم إن التابوت بتاعها يكون مغلق في الجنازة بتاعتها. واللي قرأ الرسالة دي كلها كان والد شيري، وبعد كده بدأ يشاركها مع باقي العيلة وكذلك الشرطة. أول حاجة عملتها الشرطة إن هي خدت الخطاب ده وأرسلته للخبراء في الطب الشرعي علشان طبعا يقدروا يطلعوا منه أي أدلة ممكن تفيدهم. المهم في نفس اليوم عيلة سميث جالهم اتصال تاني من الخاطف، فسأل والدتها وقال لها جالكم الرسالة؟ فقالت له آه. قال لها طيب صدقتوني دلوقتي؟ فقالت له أنا مش متأكدة برضه، أنا لحد دلوقتي ما سمعتش صوتها، وفي نفس الوقت معرفش حالها عامل إزاي. فقال لها هتعرفي في خلال يومين أو 3. فقالت له طيب اشمعنى يومين أو 3؟ قال لها استمر في البحث، ونهى المكالمة. ومن خلال طريقة الكلام بتاعة الخاطف الموضوع يبان إن هو لعبة بالنسبة له، وإنه كأنه مش بيدور على فدية ولا حتى فارق معاه موضوع الماديات دي. وده يمكن هيبان أكتر في المكالمة اللي بعد كده. في نفس اليوم اتصل عليهم بالليل وقال لهم شيري بقت جزء مني جسديا ونفسيا وعقليا وروحيا، ونهى المكالمة. انا حفظتهم بالعافيه، ده ايه الهبل بتاع المجرمين ده. المهم لما تبلغ الكلام ده للسلطات كان عندهم شك ان صحته العقليه مش سليمه، وانه بيعاني من نوع من السيكوباتيه وجنون العظمه. والدليل على كده انه مستمتع بعذاب البنت وكذلك مستمتع بعذاب عيلتها. المهم تاني يوم اتصل بيهم تاني وردت عليه اخت شيري اللي هي داون. قال لها الوقت اللي كتبت فيه شيري الخطاب ليكم كان الساعه 4:58 صباحا يوم السبت 1 يونيو. في اليوم ده بقينا روح واحدة. قالت له يعني ايه الكلام ده؟ قال لها ما تسأليش عن حاجة من فضلك، قولي للظابط ميتس ما يبحثش تاني، احنا بنحبكم وهنفتقدكم، ناموا كويس النهاردة، بركات قريبة، سلام. استنتاج الشرطة بعد المكالمة دي ما اختلفش كتير عن اللي فات، ان فعلا الشخص ده مختل عقليا وعنده مشاكل عقلية. ايش هذا؟ والله نفس المعنى. المهم الدليل على كده طريقة كلامه اللي مش منظمة والعشوائية، واللي من الواضح انه مش عاوز يوصل اصلا من الكلام ده لأي حاجة غير ان هو يجننهم. المهم المهبول ده تاني يوم اتصل على والدتها وقال لها على عنوان محدد تروح عليه، وبعد ما وصف لها العنوان قال لها احنا منتظرين هناك، اختارنا الله. الله يقوي ايمان. اول ما راحوا العنوان ده لقوا فيه بيت ابيض، وجوه البيت الابيض ده للاسف لقوا فيه جسد شيري، ولقوها بنفس الملابس كمان اللي اتخطفت بيها. وبعد تشريح الجسد اكتشفوا ان شيري توفت من 4 ايام، اي بعد حوالي 12 ساعة بس من اختطافها. ولقوا على بقها اثار لشريط لاصق، وكان استنتاجهم انها ممكن تكون توفت عن طريق الاختناق. وطبعا ما كانوش قادرين يحددوا شيري توفت بسبب ايه، وده طبعا راجع لان الجسد بتاعها كان موجود في المكان ده لأكتر من يوم، وللأسف اتعرضت لعوامل جوية مختلفة واللي أدى لتحلل جسمها. وكذلك ملقوش في المكان ده أي أدلة ممكن تفيدهم. بعد ما اكتشفوا موت شيري اتصل عليهم تاني وطلب منهم إنهم يسامحوه، لأنه لا إما هيسلم نفسه للشرطة
لا اما هيقتل نفسه. وقال لهم انا كل اللي كان في مخيلتي ان انا امارس معاها السيكو سيكو وبعد كده امشيها، ولكن الموضوع بقى ماشي بالشكل ده. وبدأ يشرح لهم هو عمل فيها ايه من اول ما خدها من قدام البيت لحد ما موتها. قال انا خطفتها تحت تهديد السلاح، وبعدين خيرتها بين 3 اختيارات تموت بيهم، لا اما بالطلق الناري او بالاختناق او جرعة زايدة من المخدرات، وكان اختيارها انها تموت بالاختناق. وبدأ يشرح لهم ازاي مارس معاها وبعدين موتها. وبعدين قال لهم انا خايف قوي من عذاب ربنا، بس الاكيد ان مش هسلم نفسي واتعدم على الكرسي الكهربي. الواد ده ملبوس من بلياتشو. المهم شرطة المدينة في الوقت ده استعانت بمكتب التحقيقات الفيدرالية FBI، واستعانوا تحديدا بخبير تنميط جنائي من FBI اسمه جون دوجلاس. وباختصار كده للي ما يعرفش ايه هو التنميط الجنائي، هو ان الخبير ده بيبدأ من خلال تفاصيل المجرم المعروفة انه يحدد سلوكيات ونمط الشخصية دي، وكمان يحدد السمات الشخصية الخارجية بتاعته. وجون دوجلاس وصف المجرم ده انه منظم جدا ومش عشوائي، وعمره في اواخر العشرينات منتصف الثلاثينات، وقال انه لون بشرته بيضة وسنجل وراجل عادي مش اتراكتيف يعني، وفي الغالب وزنه زايد. وتوقع ان بنسبة كبيرة جدا عنده خبرة في التكنولوجيا والالكترونيات، والدليل على كده طبعا انه قدر يغير صوته لصوت تاني في المكالمات بتاعته معاهم. وتوقع كمان انه بيكتب الكلام اللي هيقوله على هيئة سكريبت، واثناء المكالمة بيبدأ يقرأ من السكريبت ده. ولكن الجزء اللي كان مخوفهم جدا في الموضوع ان الخبير ده توقع ان الراجل ده في الغالب هيكون ليه ضحايا تانيين، ولسوء الحظ كان عنده حق فعلا. بعد اسبوعين من اختطاف شيري وقتلها، اختفت بنت عندها 10 سنين اسمها ديبرا ماي هيلميك. كانت بتلعب جنب البيت بتاعها واتخطفت في عز النهار. المهم المعلم ده مكالماته انقطعت لفترة، وبعد كده رجع يتصل عليهم من تاني. قال لداون اخت شيري انت سمعتي عن ديبرا ماي هيلميك؟ فقالت له لا. قال لها ديبرا ماي هيلميك عندها 10 سنين. قالت له اللي في مقاطعة ريتشلاند. قال لها بالظبط. قالت له طيب مالها يا عم المخبول؟ فادها عنوان تفصيلي لمكان، وبعد ما وصف العنوان قال لها ديبرا ماي مستنية هناك. الله يغفر لنا جميعا يا سيدي، اللهم امين، ويرزقك نار جهنم ان شاء الله. المهم بعد ما الشرطة راحت للعنوان ده للأسف وجدوا جسد البنت الصغيرة موجود هناك، وفي الغالب ماتت بنفس الطريقة اللي ماتت بيها شيري. وبرضه بقول في الغالب لأن بسبب تحلل الجسد بتاعها ما كانوش قادرين يحددوا سبب الوفاة بالظبط. طيب عشان ما نحسش بالملل والرتابة بقى، ايه رأيكم نبدأ نخش في حل القضية؟ وهنبدأ تحديدا من الخطاب اللي فيه الوصية بتاعة شيري. الشرطة استعانت بخبيرة بتستخدم جهاز اسمه الكشف الكهروستاتيكي أو اختصاره ESDA. الجهاز ده والخبيرة دول باختصار شديد جدا بيعملوا عملية مسح للخطابات اللي زي دي، علشان يقدروا يشوفوا من خلال المسح ده أي تفاصيل موجودة على الورق مش بتتشاف بالعين المجردة. وباختصار شديد جدا علشان ما تتهوش مني، دول ورقتين. لو جينا عند الورقة الأولانية دي وكتبنا أي حاجة بالقلم عليها وسحبنا الورقة دي رميناها خالص، الأثر بتاع القلم اللي اتكتب بيه على الورقة الأولانية هيبقى موجود على الورقة التانية. وده بالظبط اللي كان حاصل في الخطاب بتاع الوصية اللي جالهم. المهم في مرة الجاني ده كتب رقم على ورقة، والورقة دي كان تحتيها ورقة هيتكتب عليها الخطاب اللي جه لعيلة سميث، والرقم ده كان موجود في ولاية ساوث كارولينا، ولكن الرقم كان ناقص رقم 1. فبدأوا يعملوا محاولات ل9 أرقام من 1 ل9، وفي النهاية رد عليهم شاب اسمه جون، واللي بالمناسبة اسمه كذلك كان متواجد على الورقة برضه. فسألوه هل ليك علاقة بأي حد موجود في ساوث كارولينا؟ فقال لهم طبعا والدي ووالدتي أليس وشارون. ولكن كانت المفاجأة انهم مش بس عايشين في الولاية دي، ده الفرق بينهم وبين عيلة سميث حوالي 10 كيلو بس. فعلى طول الشرطة تواصلت مع العيلة دي وقالوا لهم ان احنا اصلا كنا في اجازة في وقت اختفاء شيري. ولكن في نفس اللحظة وفي نفس الصوت قالوا ده لاري جيم بيل اللي كان قاعد في بيتنا في الوقت ده. وهنا المحققين فهموا ان المكالمات اللي كانت بتتعمل لعائلة سميث من الجاني ده
كانت من نفس البيت بتاع العيلة دي، ولكن طبعا وهم مسافرين في الأجازة. طيب مين بقى لاري جين بيل ده؟ للأسف مفيش أي تفاصيل عن طفولته، ولكن اللي عرفته انه كان شغال كهربائي، وفي الغالب كده احنا عرفنا هو ازاي قدر يتلاعب في الصوت بتاعه اثناء المكالمات. اتجوز مرة وخلف ولد، ولكنه انفصل عن زوجته سنة 1976، ومراته كسبت حضانة الطفل ده وضمته ليها. دخل فترة لقوات المشاة البحرية الأمريكية، لكنه اتسرح بعد ما ضرب النار على نفسه بالغلط وأصاب رجله. المهم المحققين اكتشفوا ان السلوكيات والسمات اللي أنشأها في الأول مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتحديدا جون دوجلاس، بتناسب لاري بشكل مهول جدا، لأنه طلع فعلا راجل أبيض ومليان شوية في الوزن وسنجل مطلق وعايش لوحده، وكمان السن بتاعه طلع في منتصف الثلاثينات. واكتشفوا كمان ان الماضي بتاعه مش نظيف قوي، من حيث طبعا الجرائم والعنف ضد الستات تحديدا، لانه في مره حاول انه يخطف بنت جامعيه. واليس وشارون اللي كانوا مخليين لاري قاعد في بيتهم قالوا انه في اليوم اللي جاي يستقبلنا من المطار كان متوتر ومش على بعضه، وكان محور حديثه كله معانا بيتمحور حوالين اختفاء شيري. المحققين طبعا لما عرفوا الكلام ده على طول اصدروا مذكره لتفتيش منزل العيله دي، وبالفعل لقوا في البيت 6 شعيرات شقراء، ولما حللوهم لقوها متشابهه جدا لشيري سميث، وكذلك مش متشابهين مع اي حد من عيله شيبرد او حتى اي حد يعرفه. والادله دي كانت كافيه جدا للسلطات علشان يعتقلوا لاري جين بيل. وبالفعل في 27 يونيو سنة 1985، أي بعد 28 يوم بس من اختفاء شيري، اتقبض على لاري جين بيل بتهمة تورطه في قتل شيري وكذلك الطفلة الصغيرة ديبرا ماي هيلميك. وبدأ إنه يستهبل بقى في محاكمته ويقول أنا ماليش ذنب، ده لاري السيء هو اللي عمل كده، في إشارة وتلاعب منه طبعا إنه عبيط ودماغه مهوية أو عنده انفصام. ولكن لحسن الحظ وعلشان دم البنتين دول ما يروحش هدر، الموضوع ما دخلش على المحكمة. وبالفعل في شهر فبراير من سنة 1986، وبعد 47 دقيقة بس من المحاكمة، أقرت هيئة المحلفين إن لاري مذنب بالاختطاف والقتل من الدرجة الأولى لشاري سميث طبعا بالإعدام. وفي سنة 1987، أي بعد سنة من المحاكمة الأولى، اتحكم عليه في اختطاف وقتل الطفلة ديبرا ماي هيلميك بالإعدام كذلك. ولما خيروه بين الإعدام بالحقنة وبين الكرسي الكهربي، اختار الكرسي الكهربي. المهم بالفعل في 4 أكتوبر اتنفذ عليه حكم الإعدام. وبكده يا شريك العظيم والغالي جدا تبقى انتهت بيكوهات النهارده. شكرا جدا 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 وكالعاده على وقتك العظيم اللي سمحت لي انه يكون من نصيبي. ده الانستجرام بتاعي لو حد حب ان هو يشرفني هناك، والاهم من ده كله انك تخلي لي بالك من نفسك يا شريك القمر لحد ما اشوفك الاسبوع الجاي على خير.